ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا شباب؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة يا جماعة بناء على طلبكم، انتوا طلبتوا مني الجيب الشق، وأنا طبعا جبته لكم بطريقة جديدة، بطريقة عالمية، بطريقة أجنبية. هنشوفها كده، ظبطنا الألوان، ظبطنا المقاسات. هنشوف الجيب الشق. ناس كتير جابت الجيب الشق يا جماعة قبل كده، لكن أنا عايز الناس تشوف بس طريقة الجيب الشق المرة دي أو معايا هتكون عاملة إزاي. نبدأ مع بعض كده إن شاء الله، ما نتكلمش بره الفيديو، هنتكلم بس على الشرح بتاع الفيديو فقط. وزي ما احنا كده مجهزين نفسنا، عاملين طبعا الأجزاء بتاعة الجيب الشق، وهي طبعا القماشة اللي قدامكم دي. احنا طبعا مبدئيا يا جماعة عملنا القماشة دي طبعا هي للشرح فقط. بس هو الشرح ده يبقى زي نظام، على يعني نظام يعني لبنطلون، يعني جيب الشق البنطلون. هو جيب الشق ممكن اللي احنا بنعمله ده ممكن يركب في اي حاجة تاني، ممكن يركب في جاكيت بدلة، البدلة الرسمية ينفع يركب، تمام، وينفع يركب في اي حاجة تاني. بس غالبا انا هعمل المقاسات اللي قدامكم دي لبنطلون، تمام كده. ومظبط الالوان مع بعض عشان الشرح يبقى واضح والطريقة تبقى سهلة للناس، ونشوف هنعمل ازاي وهنشتغل ازاي. خلينا طبعا مع بعض. تمام كده يا جماعة، احنا عملنا زي ما كتبنا على الشاشة بالمقاسات بتاعتنا للفليتو والمقاسات بتاعت الفازلين اللي اتلزق على الفليتو، تمام. عملنا المقاسات بتاعتنا تمام، وثبتنا لحد اللحظة اللي احنا فيها دي، ثبتنا الفليتو. خلاص كده يا جماعة، هنبدأ طبعا كده شغل زي ما قلنا. احنا جايبين قماش بس تظبيط للفيديو، للشرح للفيديو، عشان الناس تفهم دي بتتعمل ازاي. وبعد كده حضرتك وحضرتك حرة او حر في اللي انت بتعمله. هات بقى بنطلونك وظبط مقاساتك وظبط نفسك، هتشتغل ان شاء الله بنفس الطريقة كده. وطبعا احنا عاملينه جيب واحد، اللي عايز يعمله البنطلون طبعا يعمله جيبين طبعا. تمام كده. هناخد المقاس الأول 9 سنتي. خلاص احنا قلنا البنطلون هناخد 9 سنتي، وبعد كده هنعمل خط كده، هنعمل تحديد كده عليهم اهو. وبعد كده نقيس 14 سنتي، هيبقى فتحة الجيب 14 سنتي. وإيه يا جماعة تاني، وهيبقى ال14 سنتي دول هيبقى 7 من العلامة اللي في النص دي، و7 من العلامة التانية. خلاص كده احنا بنعمل يا جماعة زي نظام مستطيل، مستطيل كده اهو. عايز اقول حاجة مهمة يا جماعة. الجيب ده للمبتدئ جدا، يعني اللي لسه مش عارف اي حاجة، هيعمل زي ما انا بعمل كده. خلاص يعني خلي كلامنا ايه عشان يبقى كلامنا واضح كده. المبتدئ جدا هيعمل زي ما انا بعمل كده، اللي هو هيبقى فاهم المسافة اللي انا عملتها دي في المستطيل، اللي هما ال2 سنتي ونص دول، ممكن ياخدهم نظريا. يعني احنا قصينا مقاس الفليتو مظبوط، واخد المسافة دي نظريا. اتمنى يكون كلامي وشرحي واضح. قبل ما ابدا على طول كده يا جماعه، بعد ما رسمت المستطيل، الورقه بتاعت الجيب اللي هي طبعا احنا عندنا ورقتين للجيب، هنحط ورقه من تحت مع القماش كده من فوق. خلاص كده المنطقه اللي فوق دي هحط الورقه بتاعت الجيب دي معاها من فوق. نراعي يا جماعه ان احنا نقص الجيب ده اكبر من المستطيل اللي قدامنا. كلام شرح واضح اهو. نراعي ان احنا نخلي قصة الورقة بتاعت الجيب اللي تحت دي الداخلية دي أكبر من المستطيل اللي قدامنا ده في العرض. ليه؟ عشان خاطر لما أجي أقفل الجيب يبقى معايا قماش زيادة، أو لما أجي أعمل الجيب كده يبقى معايا قماش زيادة. خلاص كده حددت على الفليتو أهو في النص، وخليت التحديدة اللي أنا عملتها دي بالمرك على نص العلامة اللي أنا عاملها في المستطيل بالظبط. خلاص، وناخد خياطتنا فوق العلامة بتاعة المستطيل بالظبط. هدخل نص سنتي منين؟ احنا عاملين قلنا 2 سنتي ونص، وخلينا سنتي و3 سنتي فين؟ في الفليتو. يعني ايه 3 سنتي؟ هيبقى 2 سنتي ونص هنا وسنتي ونص هنا. خلاص يا جماعة، سنتي ونص ده لو خدنا منه أقل من نص سنتي، هيدينا لما نقلب الفليتو، هيدينا الايه؟ هيدينا ال2 سنتي اللي احنا سايبينهم في المربع دول. خلاص،
اللي يقدر بقى يحافظ على المسافة دي، اللي يقدر يحافظ على المسافة دي مش لازم يرسم المستطيل اللي انا رسمته. اللي هو مش هيعرف يقدر يرسم المستطيل كده. بعد ما نخلص نتأكد ان احنا يا جماعة الاتنين سنتي ونص دول مظبوطين، ونتأكد ان خياطاتنا عاملة زي نظام سنتر كده، متسنترة مع بعض قصاد بعض بالظبط. اتأكد، مهم اوي يا جماعة قبل ما اشق الجيب، خلي بالنا من الخطوة دي كويس جدا. قبل ما اشق الجيب لازم اتأكد ان خياطتي قد بعض بالظبط. هو بمعنى اصح لو انا اشتغلتها على العلامه هتبقى مظبوطه قد بعض بالظبط، بس انا اتاكد منين؟ اقلب الخياطه من ورا، يبقى طبعا الخيط شكله مختلف زي ما حضراتكم شايفين، واقدر ابص على القماشه على على المقاس بتاعي، واتاكد اذا كان المقاس مظبوط ولا لا. تمام كده، وابدا في شق الجيب. قبل كده ما اكمل كلامي كده على السريع، بس هذكر كل حبايبنا اللي هيشوفونا لاول مره ويشرفونا في القناه، اشترك في القناه وفعل الجرس. وما ننساش يا جماعه اول ما ندخل على طول ندوس على اللايك. اللايك طبعا مش هيخسرنا حاجه، اللايك يا جماعه بيدعم الفيديو. عايزين عدد لايكات يا جماعه على قد ما نقدر، انا مش هقول لكم رقم، ومش هقول لكم عدد، انتوا دي قناتكم. وانا من تعليقات الناس عارف الناس كلها بتحب القناه، وعارف الناس بتحبني وعايزين يبقوا معايا. فيا ريت ما ننساش اللايك، لان اللايك بيدعم الفيديو جدا يا جماعه. عايزين نوصل لعدد لايك كويس، وعايزين القناه تتحرك شويه، تبقى اكبر من كده شويه، طبعا بتكبر بيكو انتوا. اللي احنا طبعا ما نعرفش نعمل اي حاجه من غيركم. القناه دي بتاعتكم، وكل حاجه انتوا اللي بتعملوها، انتوا اللي بايديكم تطلعونا فوق، وانتوا اللي بايديكم تنزلونا تحت. فشوفوا انتوا هتعملوا ايه. ما تنسوش طبعا زي ما قلنا ان القناه دي بتاعتكم، وانا ان شاء الله كل حاجه بتطلبوها زي ما حضراتكم شايفين انا بقدمها لكم. وانا ما بجيبش اي فيديوهات، حتى لو كانت الفيديوهات دي عارف ان هي بتجيب معايا مشاهدات عاليه، انا بعمل اللي الناس متابعيني المحترمين بيطلبوه انا بنزله على طول. خلي بالكم يا جماعة من السهم اللي انا عملته ده، نخلي بالنا السهم ده انا ببين لكم ان انا هاخد خياطة على الفيليتو اللي الناحية دي ده، على القماشة نفسها، مش على على الفيليتو. طبعا الفيليتو قلب لجوه خلاص، انا باخد خياطة بس واحدة قبل ما احط الورقة التانية. خلي بالنا من الحتة دي كويس جدا. خلاص انا خدت الخياطة ناحية السهم ده، السهم ده ملوش اي فايدة، انا بس بعمله بس عشان اعرف الناس المبتدئين ان السهم ده كده انا هعمل خياطة في المكان ده. وبعد ما عملت الخياطة اللي هي تحت دي، بحط ورقة الجيب التاني. خلاص يا جماعة، خلاص انا حطيت ورقة الجيب التانية على الورقة بالظبط. خلاص كده انا عندي طبعا الورقة اللي ركبتها دي اساسية، والتانية دي خلاص بضغطت عليها، يبقى انا كده قفلت جيبي. وبعد كده باخد بقى التلات زوايا اللي قدامي دول، باخد الخياطة كده ومن فوق ومن هنا. طبعا عشان ليه احنا عملنا الخياطة اللي تحت دي الاول؟ عشان لو انا عملت الخياطة دي بعدين هقفل الجيب، معروفة كده، مش محتاجة ذكاوة يعني، مش ذكاوة يعني، الموضوع كله ايه سهل. بس احنا طبعا بنعملها الاول عشان يبقى معايا الاربع خياطات واضحين قدامي بدون ما نقفل الجيب. طبعا سامحوني على موضوع الزكاوة دوت، هو ده الصح يعني، احنا بنحاول نوضح الطريقة مش اكتر. خلاص يا جماعة، شايفين شكل الجيب طالع ازاي؟ شايفين الالوان مظبطينها ازاي؟ الحمد لله. بنحاول ان احنا نخلي طريقتنا آه عالمية، بنحاول نخلي طريقتنا عالمية. وإن شاء الله في الفترة اللي جاية في مفاجأة، أنا هحاول أظبط كمان أدوات تصوير وأدوات للشرح، وإن شاء الله هتبقى طريقتنا عالمية 100%، وبشغل الأجانب وأحسن كمان من شغل الأجانب شوية. لو أنا ظبطت أدوات التصوير وظبطت الدنيا كده، هيبقى طريقتنا أحسن إن شاء الله من طريقة الأجانب. مش هنبقى بننافس مع العرب وبس، لا، هنبقى ننافس ان شاء الله مع الاجانب، اتمنى ذلك ان شاء الله. ده يا جماعة كان فيديو النهاردة. شايفين طبعا الجيب طالع عامل ازاي والشكل بتاعه عامل ازاي. لو احنا اشتغلنا والله يا جماعة بنفس الطريقة، لو اشتغلنا بنفس الطريقة، انا بحبكم، انا يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر عايز الناس كلها تشتغل تبقى زيي بالظبط. يعني لا، مش انا افضل من حد، لا، انا عايز الناس كلها تبقى زيي بالظبط. عايز الناس تعمل بنفس الطريقة كده يا جماعة. لو اشتغلنا بنفس الطريقة هيبقى كلكم بتعملوا بنفس الطريقة وتطلعوا احسن من كده ان شاء الله، وهيكون عندكم احسن ان شاء الله. خلي بالكم الفكرة كلها انا بوصل الفكرة، انتوا لو عملتوا وطورتوا هتبقوا احسن من كده ان شاء الله، وهتبقوا في يوم من الايام انتوا اللي بتشرحوا للناس مش انا. ده يا جماعة كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم. طبعا انتظرونا في فيديوهات تانية جديدة.
اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.